خلي بالكم احنا اتعلمنا كده في الجيش، لا ننسى ابدا ولا يمكن هننسى ابدا وقفتكم معانا، وعشان كده قبل انتم ما تتألموا احنا نموت الاول. يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى انهم تارة يستعطفون الناس بقولهم مثلا وقال فرعون ذروني اقتل موسى. طيب اصلا هم اثنين وهذه دولتك، اصلا ما يحتاج احد يعطيك تفويض، لكن يطلب تفويض. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وامر باني اواجه العنف والارهاب المحتمل. يطلب تفويضا حتى يقتلهم. طيب ما هذا الذل الذي عند فرعون حتى مثلا ياخذ الاذن من او التفويض من شعبه؟ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طيب اعطنا مبررا حتى نسمعك، يعني دعوه اعلام الحين لازم نقول لهم سوى مشكله. قال اني اخاف. ايوه يا الحمل الوديع يا انت اللطيف، تخاف من ايش؟ قال اني اخاف ان يبدل دينكم، ايوه، او ان يظهر في الارض الفساد. ارهابي هذا ارهابي اصلا. ان لو لجأ للعنف او لجأ للارهاب يفوض الجيش والشرطه باتخاذ اللازم لمجابهه هذا العنف وهذا الارهاب. ولو خليته ترى بيظهر، وانت يلي مظهر في الارض الصلاح، انت مذبح ابنائهم وما سوى شيء يعني. طيب ما اريكم الا ما ارى ولا اهديكم وما اهديكم الا سبيل الرشاد، تراني والله ما ادلكم الا على طريق الخير. هو خايف على ملكه ومنصبه لكن ما يذكر هذا الكلام ابدا، يذكر المساوئ اللي بتطال الناس. مثلا ان هذان ايوه لساحران ايوه يريدان، ترى عندهم خطط الارهابيين الاثنين ذولي، يريدان ايش؟ ان يخرجاكم من ارضكم. ترى ارضكم ارضي، انا خايف عليكم انتم، ما قال من ارضي مع الشعب. انا عشانكم والله مع الشعب. من ارضكم. انا عمري ما طلبت منكم حاجه وماليش ان انا اطلب منكم حاجه، لكن انا بطلب منكم توروا الدنيا زي ما وريتوهم في 30/6 و3/7 قد ايه ان انتم لكم اراده ولكم قرار. ويذهب بطريقتي اللي بحكمكم فيها، لا طريقتكم المثلى، انتم عايشين حريه ورقص وشراب ما عاد فيه. ترى الارهابيين ذول لو جو والله ما عاد. يذهب بطريقتكم المثلى، ثم يجي بعدين يحاول يلمع اني تراني انا لو انه احسن في شيء مره واحده، يطلع ويلمع في الاعلام ويخفي بلاويه ومصائبه كلها. مثلا يقول لموسى شوف والله لو جبت المقطع هذا انت تبكي عليه، تقول ما اعظم هذا يا اخي، ما اكرمه. ألم نربك فينا وليدا؟ ما دلعناك، أكلناك، شربناك، لبسناك، خدم عندك بين يديك أنا دافع في راتبهم، ولبثت فينا من عمرك سنين. بدأ الحين يطلع الخطأ الوحيد اللي سواه ويجعله كبر الجبال الراسيات، كبر الدنيا. قال وفعلت فعلتك التي فعلت. شفت تشويه الآن. طيب وش فعلته التي فعل؟ قتل واحد بالخطأ وتاب. أنت قتلت ملايين عمدا وما تبت، مستحيل يطلع هالإحصائية أبدا. قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت أيوة من الكافرين. طيب بسم الله عليك أنت يا المسلم أو اللي من الجاحدين، يعني جحدت إكرامي لك وأنت جاحد إكرام رب العالمين لك. لكن شوف الاستراتيجية الصحيحة اللي ما اتخذتها الدول إلى الآن. شوف موسى عليه السلام ما قال والله سامحني أنا ماني برهابي، ترى والله إني قتلته وأنا ما أدري وأصلا ما كنت أقصد. قال فعلتها، أباخذ أسوأ الاحتمالات إلا فعلتها. إذن وأنا من الضالين، والله إني ذابح واحد ولو بالخطأ، أنا ضال. بس تعال الآن أنا تغيرت، أنا الآن موسى غير الأول، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بعدين تعال نفتح ملفات، تعال هذه اللي ما استعملها الدول إلى الآن، تعال نفتح ملفات، إحصائيات قتلى نحطها، تعال حط عندي واحد وحط عندك ملايين ونشوف من الكافر من الفاجر من المجرم. عايز اقول لك على حاجه، في مصر مفيش مجال لديكتاتور خلاص. يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابل.